السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هتكون اكواب موس المانجا بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومكونات موجودة في كل بيت. بس ما تنسوش قبل ما تشوفوا الفيديو تعملوا لايكات كتير وتعملوا اشتراك في القناة او سبسكرايب. اول حاجة عندي مقدار من البسكوت الشاي، ممكن تستخدموا اي نوع بسكوت عندكم. ده شكل البسكوت اللي انا استخدمته، بسكوت ماري. وعندي كوباية من المانجا، مانجا طبيعية مش مفرزة، تقدروا تستخدموا مانجا مفرزة مفيش أي مشكلة. وعندي كوباية من الكريم شانتيه الخام، نص كوباية من السكر، ربع كوباية من الزبدة، كوباية من الحليب المثلج، يعني يكون حليب ساقع جدا. أول حاجة في محضرة الطعام أو الكبة بتاعتي، هبتدي أطحن البسكوت بتاعي لناعم جدا. زي ما قلتلك تقدري تستخدمي أي كمية بسكوت، ده على حسب عدد أفراد أسرتك. هطحنهم كده بالهاند بلندر بالشكل ده. عايزة البسكوت بتاعي يكون مطحون ناعم جدا ومفيهوش اي تكتلات، ويكون معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. ده شكل البسكوت بتاعي بعد لما طحنته. هزود باقي الكمية وهطحنهم برضو بنفس الطريقة. تمام كده. شايفين بقى شكل البسكوت؟ في المرحلة دي هبتدي اضيف ربع كوباية من الزبدة الدايبة وهطحنهم تاني مع بعض. عايزة قوام البسكوت بتاعي يكون شبه الرملة المبلولة. الزبدة بتاعتي مش سخنة خالص، الزبدة يدوب بس انا فكيتها كده على النار. ده شكل البسكوت بتاعي، بيكون شبه الرملة المندية كده بالشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده. ده قوام البسكوت وشكله. تمام كده. في المرحلة دي هبتدي اخلط المانجا بتاعتي. دي كوباية كبيرة من المانجا، هبتدي اخلطها كده بالهاند بلندر. انا عايزاها بيوريه مانجا بدون مية وبدون سكر. ممكن تستخدموا الخلاط مفيش اي مشكلة. اتأكد ان المانجا بتاعتي اتخلطت كويس ومفيش فيها اي تكتلات بالشكل ده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك، كمان اذا انتوا جداد اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. بعد ما خلطت المانجا بتاعتي هسيبها على جنب، وفي بولة ضفت كوباية من الحليب المثلج ومعاه نص كوباية من السكر. وهبتدي اضرب الحليب مع السكر بالشكل ده حوالي دقيقتين علشان أدوب السكر بتاعي بنسبة 50%. في المرحلة دي ضفت كوباية من الكريم شانتيه الخام الغير محلى. ملحوظة مهمة، أنا بستخدم هنا ريتشي المتحدة، بتديني طعم تحفة جدا. هبتدي أخفق في الكريمة بتاعتي لحد لما قوامها يكون معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بعد ما وصلت في المرحلة دي هبتدي أضيف نص كوباية من بيوريه المانجا اللي ضربناها مع بعض وجهزناها قبل كده. وهبتدي اخلط المانجا بتاعتي مع الكريم شانتيه علشان يديني موس مانجا طعمه بجد خرافي يا جماعة. لازم تجربوها. الوصفة سهلة، بدون فرن وبدون بيض وبدون تعقيدات، في اقل وقت هتكونوا محضرينها. بعد ما خلطت المانجا مع الكريم شانتيه هبتدي احطهم عندي في كيس كريمة. الاول بدي ضربتين كده بالسباتولا عشان اخرج اي هوا موجود في الكريمة بتاعتي. ببتدي احطها في كيس حلواني بالشكل ده. وتعالوا نجهز الكبات بتاعتنا. طبعا المانجا اللي سيبناها على جنب دي هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. بعد كده جبت كبات اللي هشتغل فيها، ممكن تستخدمي اي كوبايات عندك مفيش اي مشكلة. ابتديت احط في ارضية الكب بتاعي البسكوت بالشكل ده. بحط كمية من البسكوت مناسبة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. زي ما قلتلك ممكن تستخدمي اي كوبايات، ما تشترطيش على الاكواب اللي انا مستخدماها او الكبات اللي انا استخدمتها. وبالكب بتاعي كده ببتدي اضغط البسكوت بتاعي علشان يكون متماسك معايا في ارضية الكب بالشكل ده. تمام كده. اتأكد اني ضغطت الطبقة دي كويس جدا. وهنبدأ نحط الطبقة التانية وهي هتكون موس المانجا اللي حضرناه بكل بساطة. طبعا
بتعملي الكمية على حسب أفراد أسرتك زي ما انتي عايزة، ممكن تضاعفي المقدار، ممكن تقللي براحتكم خالص. ابتديت أوزع طبقة الموس في الأكواب أو الكبات بتاعتي بالشكل ده. كمان ينفع معاكي مشروع أونلاين بجد حلو جدا، وبدون أدوات وبدون تعقيدات، هتكوني محضراه في أقل وقت ممكن. لو حابة تعملي مشروع من البيت، أنا برشح لكم مشروع الكبات ده، حلو جدا وبدون تكاليف كتيرة وتعقيدات. هبتدي أساوي الكب بتاعي بالمعلقة بالشكل ده، بحاول على قد ما أقدر أظبط الطبقات بتاعتي علشان تديني نتيجة حلوة جدا في آخر الكب، ويكون شكله حلو جدا. تمام كده، هظبط الكبات بتاعتي كلها وهسويها بنفس الشكل. طبعا احنا لسه هنحط طبقة تانية من المانجا، بس لازم تكون الطبقات معايا مظبوطة جدا. في المرحلة دي كنت ظبطت كل الطبقات بتاعتي بالشكل ده، بدي خبطتين كده للكب عشان لو في أي فراغات من الهواء تخرج معايا على طول. طبعا نص كوباية المانجا اللي شلناها على جنب، ببتدي أوزعها كده على وش الكبات بتاعتي بنفس الطريقة. الوصفة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش أي وقت. هبتدي أظبط برضو الطبقة الأخيرة، أحاول أخليها تكون بيرفكت جدا على قد ما أقدر، علشان ده الشكل بتاع الكب النهائي. برضو بظهر معلقة ببتدي أساوي الطبقات بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ما أخدش مننا أي وقت، في منتهى السهولة والبساطة، وفي أقل وقت ممكن هتحضروه. الوصفة سهلة جدا وبسيطة. هبتدي طبعا أنضف أي زيادات على أطراف الكبات بتاعتي بالشكل ده، بحيث يكون شكلها منسق جدا، لأن طبعا احنا عارفين إن العين بتاكل قبل البق. هزين بقى عندي منجاية متقطعة مكعبات بالشكل ده. التزيين طبعا بتاع حضراتكم، تقدروا تزينوا بأي شيء انتوا حابينه. أنا حبيت أحط قطع من المانجا علشان تديني شكل تحفة جدا. كمان ممكن تزينوا برشة من الفستق المتاح معاكم، وبجد بيكون حلو قوي وطعمه في منتهى الروعة. أتمنى تجربوه وتقولي له رأيكم. وصفة سهلة جدا وبسيطة، وفي أقل وقت ممكن هتكوني مجهزاها، بدون فرن وبدون بيض وبدون افتكاسات. عملنا أحلى حلا بارد، أكواب موس المانجا، بكل سهولة وبساطة. وده شكلها بعد لما دخلتها التلاجة حوالي نص ساعة. بجد الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم في منتهى الروعة والجمال. لازم تجربوها وتقولولي رأيكم. بجد تحفة جدا، اللهم بارك. سهلة جدا وبسيطة، وطعمها بجد تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.